مش مش لبقه، ما فيهاش احترام، حتى السؤال اللي بتقوله مش محترم. فانا مش هرد عليك لان السؤال بعد كده افضل ان عدم الرد عليك، لانك انت متهيألي ما عندكش لبقه الاعلام. وعشان كده بمنتهى الغباء، وبدل من انه يكسب الجمهور المغربي اللي ساند المنتخب المصري من اول ثانيه واحتضن المصريين منتخبا وجمهورا، سارع الى العداوه واستعداء المغاربه. بدل انه يعترف ببساطه ما لعبناش كوره فخسرنا، تكبر واستعلى ولعب على الحته اللي بتعجب الاجهزه الامنيه جدا لالهاء الشعوب، وقال لهم انتوا صغيرين قوي واحنا ام العرب وام افريقيا. وده كذب طبعا، اصل العرب اليمن واحنا اخوالهم، اما افريقيا فذاك كذب بواح. انتوا ما كسبتوش بطوله من 50 سنه، هكذا قال اخوه ابراهيم. تاخدوا بطولات، انت اصبر 50 سنه ما خدتوش بطوله. 50 سنه ما شفتها. لو توفرت عندكم لكانت اللباقه. فالمغاربه شجعوا نيجيريا وصفروا وقت السلام الوطني، وده مشهد مرفوض طبعا. بس على فكره بيتكرر كتير في الملاعب والحشود الجماهيريه ليها قواعد مختلفه. الشاهد ان مرض السيسي وحسام واحد من أسوأ سرطانات الدولة العسكرية القمعية في مصر. لا اعتراف بخطأ، نفخة كذابة، استقواء عنيف عندما يأمنون العقاب. كل التحية والاحترام لأشقائنا الصوماليين، كل التحية والاحترام لأشقائنا المغاربة. نحبكم وأنتم تعلمون وتحبوننا ونحن نعلم. أما السفهاء من هنا وهناك، من عندنا أو من عندكم، فإلى مزبلة التاريخ. الله.